انتي مش آنسة، صرحيني وهستر عليكي يا إما هفضحك قدام جوزك وأهلك. ده كان رد الدكتور على إيمان عروسة كفر الشيخ اللي اتورطت في واقعة مأساوية وفرحتها اتكسرت وحلمها اتحول لكابوس من اللي حصل لها لما اتقفل عليها وهي وعريسها باب واحد. جوزها فاجئها انتي مش بنت بنود وطلقها يوم الصباحية. جوزها شك فيها وخلى سمعتها على كل لسان. أهل العروسة بقالهم 7 شهور في دوامة علشان يثبتوا إن بنتهم بنت بنود، لكن في النهاية الطب الشرعي حسم الموضوع. واقعة صعبة حصلت في كفر الشيخ رجت السوشيال ميديا والكل بيسأل حصل ايه، وخاصة كلام الدكتور اللي كان صادم. معقول العروسة تكون خدعت العريس وأهله؟ هل حصلت بينها وبين خطيبها السابق علاقة؟ وهل ممكن ترجع لو ثبت إنها بنت بنوت؟ مش هتصدق رد حماتها ايه. بيقولوا العروسة للعريس والجري للمتاعيس، لكن الكل بقى متاعيس بسبب اللي حصل. بعد الهيصة والفرحة اللي ما كانتش سايعاهم، المعازيم مشيت والفرح خلص وكل مظاهر الاحتفال اختفت، وأهل الدسوق بيسألوا حصل ايه. العروسة ما طلعتش بنت بنود، العروسة مش أنسة، وده اللي العريس صدم بيه عروسته في يوم صباحيتها. أنا اتجوزت عادي زي أي بنت، ويوم الفرح جوزي حاول معايا أكتر من مرة ولقيته مقلق، وقلت له في ايه لو مقلق نروح نكشف، بس بشرط وديني لدكتورة مش دكتور عشان هتكسف اتكشف على دكتور. يوم الصباحية لقيت أمي وأبويا وصلوا، ولقيت حماتي بتقول لهم عايزينكم في حاجة مهمة، وقالت لها يا أم إيمان عايزين نطمن محمد، حاول كذا مرة مع إيمان وما حصلش حاجة. وسألوني قلت لهم اطمنوا، أنا قلت لمحمد نروح لدكتورة. طبعا الأب اتصدم وقال لهم مستحيل بنتي تعمل كده، أنا مربيها أحسن تربية. تالت يوم بعد الجواز رحت معاهم عشان أكشف، ولقيتهم موديني عند دكتور مش دكتورة. قلت له يا محمد مش قلتلك هتكسف؟ وبعدين قلت طالما أنا واثقة من نفسي خلاص، ودخلت أكشف. هنا كانت الصدمة، بس سكت وخرج كل اللي موجودين أمها وحماتها وسألها أنت كنتي مخطوبة قبل كده؟ إيمان اتصدمت من السؤال وقالت له وده إيه علاقته؟ صمم يعرف. قالت له لمدة سنة. قال لها أنت مش عذراء وفي حد اعتدى عليكي، صرحيني وأنا لسه متستر على بنت أول امبارح وهتستر عليكي. هنا إيمان اتعصبت عليه وقالت له أصرحك بإيه؟ بحاجة ما عملتهاش؟ هددها يفضحها قدام أهل جوزها وأهلها، لكن هي سابته وخرجت بره أوضة الكشف. وخرجت أنا ودخل ماما وبابا يقول لهم إنها مش أنسة، رغم إن الأب والأم واثقين في بنتهم، إلا إنه أصر يثبت ده بالتقارير والمستندات ويخرس بيهم أي لسان أو أي حد يقول على بنته كلمة مش كويسة. قرر إنه يروح لدكتور تاني للطب الشرعي اللي أثبت إن بنته زي الفل ومحدش يقرب منها أبدا. كل الحكاية إن إيمان زيها زي حالات كتير بيحصل معاها كده، لكن جهل الجواز وأهله عماهم عن أي تفسيرات تانية. للأسف والدة العريس ردها كان مؤلم جدا، وقالت سواء بنت أو مش بنت مش هتدخل البيت تاني. هو أصلا المفروض العروسة اللي تقول كده بعد الشك فيها وإهانتها بالطريقة دي. أما العريس شخصيته كانت ضعيفة قدام أهله وقال لها أنا متمسك بيكي، بس قولي إنك عملتي كده عشان أهلي هيضربوني. والد العروسة قال بنتي راحت تاخد حاجتها ما لقيتش حاجة، وكل حاجة أخدوها وعملوا جلسة عرفية، وكل الناس غلطوهم وقالوا لهم ردوا حقها. بقالي 7 شهور حاطط وشي في الأرض. إيمان رجعت بيت أبوها معززة مكرمة، والفرحة والزغاريت ملت البيت من تاني، وعملوا زفة علشان يردوا لها حقوقها في وسط المنطقة والكل يعرف إنها بنت وعذراء.